اللهم صل على النبي، صلي وسمي واتفرج. بصوا الحلويات، والله العظيم يا جدعان في ناس متغاظه يا جدعان والله. بصوا الكلام، الصراحه ريحتها تحفه. السلام عليكم ورحمه الله، معكم يوسف جدو وفيديو جديد. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو صلي على النبي، ده لي دعوه حلوه من قلبك. انزل اكتب لي كومنت يشجعني ويدعمني ويحفزني ويخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. استنى اسيب البتاع ده عشان مش فاضلكم، عشان اخزق لكم عينيكم، عشان انتوا ما بتعملوش لايكات، ما بتعملوش اشتراكات، ما بتعملوش حاجه خالص. اقفل الفيديو على كده يا ابني. والله يا جدعان يعني النهارده مطلوب مني ان انا اعمل الغدا حلو، وعندي مشكله، ودي المشكله. استنى اسيب بس البتاعه دي عشان البتاعه دي فيها حاجه. عندي مشكله، والمشكله دي تقريبا مش عندي انا بس. احنا نجيب المايك بقى. المشكله دي تقريبا عند الشعب المصري كله. تاكل ايه النهارده؟ تتغدى ايه النهارده؟ تفطر ايه النهارده؟ تتعشى ايه النهارده؟ كل ده النهارده؟ ايوه كل ده النهارده. دي مشكله. اصحى من النوم، يوسف تتغدى ايه؟ اجي من الشغل، يوسف تتعشى ايه؟ يوسف تشرب ايه؟ كم معلقه سكر؟ تاكل ايه؟ تحلي بايه؟ لا مش للدرجه دي. لا والله للدرجه دي. والمشكله دي مش عندي انا بس، وانا متاكد من القصه دي. تاكل ايه النهارده؟ الصراحه النهارده رموا الغدا عليا. طب قلت لهم طب تاكلوا ايه النهارده بقى؟ ما انا لازم استفزهم، مش انتوا طول اليوم وكل يوم تقولوا لي تاكل ايه تاكل ايه. النهارده بقى قلت لهم ايه، انا اعمل لكم حاجه على مزاجي كده، طالما انتوا مفيش منكم رجا وما بتفكروش افكر انا. المهم بس لو انت اول مره تتفرج عليا من فضلك لو سمحت انزل هنا، ايوه هنا، مش عايز ابوظ الكاميرا، ايوه تحت هنا هتلاقي في كلمه اشتراك في القناه، سبسكرايب، حط لايك على الفيديو، اكتب لي كومنت حلو عشان نعمل فيديوهات كتير ونعمل افكار كتير. واي حد مزنوق زي حالتي هيخش على القناه هيلاقي حاجات كتير ايه تقدر ان انت تعملها. بحب ابقى قريب من المتابعين. اخرك كده يعني ما اقربش، قرب كده سنة. هقرب اهو هدخل جوه كمان. النهارده بقى يا جدعان هنعمل بيتزا من غير بيتزا. ازاي بقى؟ دخلت وقعدت ابحث كده على القنوات، في قنوات جامده جدا على النت يا جدعان. المهم زي ما قلت لكم احنا النهارده هنعمل بيتزا من غير بيتزا. المكونات اللي معانا ايه؟ اي مكونات انت عايز تعملها تمام حضرها. وهتجيب لفه جلاش، هي دي بقى القصه والتركايه. تمام، هتجيب لفه الجلاش كده وهتجيب المقص. والمفروض ان احنا ايه، هنقصقص لفه الجلاش دي. حلو، هنقص كده. بحب الفيديوهات اللي انا بقعد فيها في المطبخ بصراحة، مش عارف ليه. يعني بحس ان انا ايه، ليا نفع ان انا بنتج. بس كده يا جدعان عملنا اول خطوة، قطعنا الجلاش. هنبدأ بقى ايه، ان احنا نفكهم كده من بعض. تمام، عشان ايه ما يطلعش حتة تخينة وحتة رفيعة. وهتجيب بقى اي صينية كده وتدهنها باي مادة دهنية، يفضل ان هي تكون سمنة او زبدة. حلو، وبعدين هنمسك كده الجلاش اللي احنا قطعناه نفرده من تحت. تمام، مخلوش بقى ايه حتت رفيعه وحتت تخينه، عشان ايه مفيش حاجه تتحرق مننا. انما يا جدعان ما تشمتوش فينا اي حد، مش عايزين حد يشمت فينا. من جهه بنعمل فاحنا بنعمل بس بمزاجنا. دلوقتي بقى مرحله الترصيص. اي حاجه احطها، هنحط مثلا ايه، شويه طماطم كده. تمام، انا عن نفسي هعملها بالبسطرمه والجبنه التركي كده. بقى ايه بسطرمه ونرصصها برضو. بعد كده بقى ننزل عليها بشويه فلفل. وانا خايف من الفلفل ده يا جدعان، انا حاسه كده ان هو هيطلع حامي، مش عارف ليه. حط كمان شويه زيتون. واهم حاجه يا جدعان التناسق، يعني ما ترميش كده وخلاص، لا اهم حاجه تظبط حالك كده. اخر حاجه بقى ننزل بايه، شويه جبنه تركي كده ايه يظبطوا الدنيا. دي هتطلع بيتزاية معمولة بمزاج. لا في مزاج وفي صرف. تمام، خلي بالكم من قصة صرف دي. وبعدين بقى ايه، هنقوم جايين مقفلينها. تمام، والنبي يا جدعان يعني ادعوا لي ربنا يكرمني يا جدعان. شراشيب الزينة بتاعت رمضان عارفها؟ ماشي انا موافق. تريقي.
خليكم شاهدين يا جدعان. مش بتريق والله، بس شبهها قوي. رايكم يا جدعان؟ ايه رايكم؟ عظمه والله العظيم، شكلها تطلع حكايه. احنا بقى جبنا هنا ايه، كوبايه لبن وحطينا عليها سمنه وحطينا ايه شويه فلفل كده شويه ملح. والمفروض هنعمل ايه؟ المفروض ان احنا بقى ايه هنشربها من فوق عشان كلها تبقى قطعه واحده وتطلع حلوه كده وناعمه وطريه وكلها حنيه. طب ما كده اللبن مش هينزل معاه. قلب قلب. اقلب ازاي؟ اللبن يختلط الزيت بالماء. عايزكم تتفرجوا بقى وتملوا عينكم. بصوا الحلويات، اقسم بالله عظمه. احنا حطينا عليها من فوق شويه سمنه كده وغرقناها لبن، والمفروض هنحطها في الفرن. نتقابل بقى بعد ما تطلع من الفرن. سلام. اللهم صل على النبي، صلي وسمي واتفرج. بصوا الحلويات، والله العظيم يا جدعان في ناس متغاظه يا جدعان والله. بصوا الكلام، الصراحه ريحتها تحفه. بس احنا ممكن نبحث في الموضوع ده ونبقى ايه نعالجه بعد كده. المهم بقى ايه، تعالوا ندوق الحته الجميله دي. بصوا عامله ازاي، بسطرمه دي نوعها نضيف قوي. بصوا لونها فاتح وحلو ازاي. المهم يلا ندوق ونقول بسم الله. لا دي من اللي هي بتتجرب مره كمان. مش هتكلم كتير، اللي بتصور هي اللي هترد عليكم. حلوه ولا مش حلوه؟ لا حلو. جامده ولا مش جامده؟ جامده قوي. بس خلاص مش عايز حاجه من الدنيا، انا كده 100 100. يلا لو عايزيننا نعمل لكم اي وصفه بقى معاكم ايه الشيف يوسف جدو، اكتبوا لي تحت في الكومنتات واشوفكم في فيديو جديد. سلام.